القضية أكبر. إسرائيل تقاتل عن أوروبا وأمريكا بالوكالة. سأخبرك خبرا صادقا لن تجده في قناة من القنوات العربية ولا الأجنبية. سأخبرك وأنقل إليك نبأ جازما لن تجده على شبكات الإنترنت ولا على القنوات الإخبارية مهما كانت متخصصة ومهما كانت مهنيتها عالية. في فلسطين ستجتمع جميع جيوش الكفر، الجيش الأمريكي كله ولن يتخلف أحد، والجيش الأوروبي كله ولن يتخلف أحد، والجيش الكافر كله، والجيش الإسرائيلي، وستدور رحى معركة من أعظم معارك التاريخ على الإطلاق ما حصل مثلها ولن يحصل بعدها مثلها، وذلك في ثرى الأرض المباركة والديار المقدسة. وستنتصر الجيوش الإسلامية من النبي الصادق المصدوق. والله إنه لحق، والله إنه لحق. جاء في حديث معاذ ابن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عمران بيت المقدس خراب يثرب. عمران بيت المقدس خراب يثرب. يثرب ستتجه الدنيا والعالم كله بمسلميه إلى بيت المقدس. عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة. الملحمة ستأتيكم جيوش الروم في 80 غاية، أي 80 راية، تحت كل راية 200,000 مقاتل. جيوش الروم كلها ستأتي على أرض فلسطين، وستحصل مقتلة عظيمة يقتل فيها ثلث الجيش المسلم، وهم خير الشهداء عند الله يومئذ. ويفر ثلث من شراسة المعركة، يفر ثلث الجيش، لا يغفر الله لهم إلى يوم القيامة. من شهد الملحمة وفر لا يغفر له، لأنها المعركة الفاصلة في قلب الموازين وإيقاف صلف الكفر والكفار إلى يوم الدين بعد ذلك. ويفتح الله على ثلث، هم خير الناس يومئذ. عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. وفتح القسطنطينية وخروج الدجال الساعة. ثم التفت إلى معاذ قال: إن هذا لحق كما أنك قاعد ها هنا. والله إنه لحق. لن ينتهي الصراع، ولكن لن تتمكن إسرائيل بالقوة. اسمعوها، سيقع شهداء وسيموت أطفال وسيحاصر بلد، لكن اسمع إلى النبأ الذي لم تسمعه في قناة من القنوات. اسمع إلى النبأ الذي ليس بكذب، الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة، ما جيش نظامي، والله الإسلام ده قوي يا أخي، مجموعة بتاعت مقاومة موجودة في قطاع يجنن العالم كله ويحرك أقوى الجيوش في العالم. ما قال جيش. ولا تزال، لن تنتهي المقاومة في فلسطين أبدا. والله كان انتهوا من حماس فردا فردا وطفلا طفلا. سيقيد الله وينبت من الأرض من يحيي المقاومة مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، على الدين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والله حتى تقوم الساعة. كله الأحاديث دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ولم تكن هنالك أزمة في الشرق الأوسط، ولم تكن هنالك خارطة الطريق، ولم تكن هنالك اتفاقات سلام مع من لا يرعون العهود والمواثيق. لم يكن ذلك كله موجود. لم تكن هنالك معابر تفتح وتغلق على حسب الأمزجة. لم يكن ذلك كله موجود. قال هذه الأحاديث، ولما نقولها ونقرأها كأنها قيلت الآن للأحداث. وهذه هي النبوة. هذه هي النبوة. تعرض الإسلام في المرحلة الأخيرة إلى حروب صليبية وحروب يهودية وتحالفات صهيو صليبية بين الصليبيين والصهاينة، وإلى حرب شرسة على نبي الإسلام، تارة بالأفلام الكرتونية، وتارة بالأفلام المخلة، وتارة بالصحف، وتارة بوسائل الإعلام، وتارة تحت مظلة الإرهاب ومسمياته. تعرض الإسلام لحرب شرسة، ولكنه دين الله الذي سيبقى، ورسالة الله التي ستسود والتي ستبلغ العالم كله.
لكن حاجة عجيبة ما حتنتهي. الرسول قال ما حتنتهي. إسرائيل تريد أن تقضي على الإرهاب في غزة، وتشير إلى أنها فعلت ذلك بموافقة ضمنية من بعض الدول العربية، وصدقت، لأنه إلى هذه اللحظة لم يتحركوا، حتى صرحوا على استحياء. يا أخي ناس ضربوه في بيته، زول بيكتلوا فيه، لما يرد تقول شوف الإرهاب. العالم مقاييسه مزدوجة، يدافعون عن حقوق الحيوان حينما يباد، ويتكلمون عن حقوق الإنسان إذا كان غير مسلما. ما أرخص الدم المسلم. دعونا من الواقع المتردي، دعونا نسمو مع النصوص النبوية ومع النصوص القرآنية، دعونا مع القمم السامية. لا تزال عصابة من أمتي على أبواب دمشق وما حوله. والله الحديث ده عجيب. وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله. هل تعلم القدس الشريف لم يبق في القدس للمسلمين إلا كيلومتر مربع واحد. القدس لم يبق في القدس إلا كيلومتر مربع واحد فيه المقدسات، المسجد الأقصى ومسجد الصخرة، بس الباقي كله يهود. لا تزال عصابة من أمتي على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله على الدين ظاهرين. والله شموخ وعزة لهؤلاء. ليست القضية فقط أن نندد وأن نكره وأن نستاء، ليس الأمر كذلك. القضية طويلة حدها الملحمة. هم ينتظرون المسيح المخلص للعالم ويبنون الهيكل، وسيأتي المسيح، مسيحهم هو الدجال، وسيدعي أنه المسيح المنقذ، وستلتف إسرائيل خلفه كما نطق بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ما القنوات؟ هكذا قال الصادق المصدوق، قال سيخرج الدجال ويأتيكم من قبل المشرق ومعه 70,000 من يهود خراسان عليهم الطيالصة هدوم الحرب مدججين بالسلاح، وسيقود المسلمون ضد الدجال ملحمة، الملحمة محلها الأرض المقدسة، وسيقتل عيسى عليه السلام الدجال عند باب لد. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الكلام ده لما قالوا المسجد الأقصى أرض، الرسول لما أسري به ما لقى مسجد، ما كان في مسجد. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جاء ما لقى مسجد، لقى واطع. جبريل قال لا كيف هنا، ده اسمه المسجد الأقصى. جدك إبراهيم بعد ما بنى الكعبة ب40 سنة بنى في المحل في جامع، والآن ما في جامع. لم يكن منه إلا حائط شرقي ربط النبي صلى الله عليه وسلم فيه البراق، سمي بحائط المبكى. ده الوحيد الأثر الموجود من المسجد الذي أسر النبي صلى الله عليه وسلم به، ده الحائط اللي بيجي اليهود يقفوا عنده ويبكوا، اسمه حائط المبكى، وعندنا اسمه حائط البراق. الرسول موقف فيه وصلى في هذه البقعة الصغيرة الموجودة الآن، صلى بالأنبياء جميعا، وكان ذلك إيذانا بنهاية عهود جميع الناس في هذه الأرض، وأن الأنبياء قد عملوا تسليم وتسلم وسلموا أمر العالم والبشرية في الدعوة والرسالة إلى نبي واحد، وستقود أمته المسيرة. والله شيء عجيب. لكن نحن بس بنحتفل بالإسراء والمعراج في محلاتنا وبالبدع وبالخرافات، ده بنقدر عليه. شوف الصراع، الملحمة قادمة، وهذه بدايات الملحمة. الحديث النبوي عجيب. باب لد، تعرف باب لد وين؟ تعرف أين تقع باب لد؟ يقع باب لد في المنطقة التي فيها مطار بن جريون الدولي الإسرائيلي، في قلب إسرائيل الآن. حاجة عجيبة. الوقت ذاك لا في إسرائيل. تخيل الوقت اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، قالوا لأصحابه، وأصحابه أكيد احتاروا، قالوا باب لد شنو كده، لكنه يعني الأمة. إنه نبي الله حقا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.